السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ندى ودي قناتي. لو عايزه تطوري من ذاتك وتكوني افضل نسخه من نفسك، كل اللي عليك انك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. ويلا نبدا موضوعنا النهارده. اغلبنا بيستنى الاجازه عشان ينام كتير ويقعد على التليفون طول اليوم، ونسهر ونقلب في ريلز، نتفرج على افلام ومسلسلات، نقعد نقول هنطور نفسنا وهواياتنا، نتعلم لغه جديده، هنطور الانجليش، هنطور رسمي، هتفرج على مسلسلات واتعلم طبخات جديده. ترابيزات بلياردو وبنج. كل سنة بنقول نفس الكلام وتخلص الأجازة، وأبسط الأهداف زي مثلا نتفرج على مسلسل مأجلاه من فترة بكون منفذتهاش. فيديو النهاردة هنحاول سوا أنا وانتو نغير أجازتنا ونبقى أشخاص جديدة وأفضل نسخة من نفسنا نكونها من زمان. وفي فيديو النهاردة هنعرف ازاي نستغل فرصة الأجازة في إننا نطور من ذاتنا ونبقى أفضل نسخة من نفسنا من حيث الجانب الديني والعملي والصحي والشخصي. قبل ما نبدأ، هاتي دفتر التدوين بتاعك واقعدي شوية وقت مع نفسك اكتبي فيه ايه الحاجات اللي حابة تغيريها في نفسك، ايه الحاجات اللي ما كنتيش عارفة تعمليها وقت الدراسة. وبعد ما تكوني عرفتي ايه الحاجات اللي حابة تغيريها وتحققيها في الأجازة، يلا تعالي نبدأ. ولو حتى ذهنك مش حاضر حاليا وما تعرفتيش تكتبي أهدافك، النهاردة هساعدك ببعض العادات والأهداف عشان تغيري حياتك للأفضل. بسم الله نبدأ. أول حاجة الجانب الديني. في الدراسة الواحد ممكن ينشغل، يتشتت، يتكسل عن أداء واجبه الديني، وده أكيد أكبر غلط، لأن الجانب الديني هو الأساس في حياتنا، هو اللي هينفعنا في الآخرة. أكيد غلط جدا تقصيرنا حتى لو في دراسة، ودي ما تعتبرش حجة أبدا. فأنا وانتم كلنا مقصرون. تعالوا نقول الذكر إن شاء الله ربنا يغفر لنا بيه تقصيرنا. الذكر هو: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، علمته وما لم أعلم. تعالوا بقى نتكلم ايه اللي ممكن نعمله في الجانب الديني. اول حاجة الصلاة في اوقاتها. اكيد كلنا عارفين ان لازم نصلي في اوقاتنا، واكيد كلنا مقصرين، ربنا يهدينا كلنا ان شاء الله. تاني حاجة ممكن نعملها في الجانب الديني الانتظام بالاذكار. اللي بينتظم في اذكاره الصباح والمساء بيبقى في حفظ الله. عايزين ايه اكتر من كده؟ يعني انت مثلا لو حد قالك ان الرئيس بتاع الدولة بتاعك هيحميك طول اليوم، انت هتقول دي حاجة رهيبة جدا، اعمل ايه مقابل ان يحصل ده؟ فما بالك بحفظ الله عز وجل. تالت حاجة قراءة ورد يومي. قراءة الورد اليومي هيديك بركة في يومك وهيديك فوائد كتير جدا. أكيد كلنا عارفين فوائد القرآن في حياتنا. فنقرأ جزء يومي هنحدده، لو حتى ربع صفحة، لو حتى آية مفيش مشكلة. رابع نقطة ممكن نسمع بودكاست ديني. انت بتنضفي، انت في مواصلات، انت في أي حتة، اسمعي بودكاست ديني هيعلمك حاجات جديدة في دينك وهيسليكي في نفس الوقت. خامس حاجة ممكن نعملها تحفظ جزء من القرآن الكريم. مش معنى جزء اللي هو هحفظ جزء فعليا اللي هو جزء عامة، جزء الملك، لا ما اقصدش كده، اقصد جزء من القرآن اللي هو نحفظ مثلا وجه من القرآن كل يوم، احفظ وجه من الصفحة اللي هو وجه واحد. ممكن حتى تحفظي نص وجه لو حفظتي كل يوم حتى آية واحدة. احسبي كده، هتحفظي مثلا على اخر الشهر كام آية، هتبقى تحفة. فلو الواحد مثلا حفظ صفحة واحدة اللي هو وجه واحد، مش صفحة اللي هو وجهين، لا وجه واحد، في اليوم الواحد هيجي على آخر الشهر حافظ 30 صفحة. الجزء أصلا هو 21 صفحة، فأنت هتكوني ختمتي جزء في شهر. سادس حاجة تجنب النميمة. سابع حاجة ورد ذكر، إنه احنا نعمل وقت معين نذكر فيه ربنا، نستغفر، نسبح، نهلل، نكبر، نحوقل، نصلي على النبي. اي حاجة، المهم يبقى فيه ورد يومي نذكر فيه ربنا. يعني مثلا انا كل يوم اسبح ربنا 10 مرات. 10 مرات دي قليلة جدا، بس اللي هو قولي مثلا 10 مرات. هحوقل 100 مرة كده. يعني شوفي العدد المعين، المهم الاستمرارية، بعدين نبقى زودي في الكمية. احنا المهم حاليا الاستمرارية، لان انا ممكن اقولك انا هستغفر في اليوم 1000 مرة، وهسبح 1000 مرة، وهحاول 1000 مرة، وكبر 1000 مرة. في الاخر هعمل يوم، يومين، اسبوع، مش هتقدري تكملي. فاعملي حاجة وسط، اللي هو مثلا ممكن تبدأي ب50 تسبيحة كل يوم، 50 ذكر ايا يكن، سواء هتسبحي بقى، تكبري، تهللي، ايا يكن. وبعدين بعد اسبوع نخليها 100، بعد اسبوع نخليها 200، وهكذا بقى على قد ما انت تشوفي تقدري ولا لا. تاني حاجة هنتكلم عنها هو الجانب العملي. الجانب العملي فيه كذا نقطة. أول نقطة فيه إن احنا هنطور الإنجليش بتاعنا. تطوير الإنجليش ده حاليا لو انتي طالبة هيساعدك في حاجات كتير، إن هو أهم حاجة مثلا وانتي طالبة حاليا إن هو يحسن مستواك الدراسي في الإنجليش، فهيبقى حاجة حلوة. في المستقبل بقى يوفر لك فرص عمل كتير ورواتب مجزية، عشان الإنجليش هي تعتبر لغة عالمية على مستوى العالم، وأي شهادات بتاخديها بالإنجليش بتبقى معتمدة وبتبقى موثقة. تاني حاجة نتعلم ديزاين وبرمجة.
عالمنا الحالي قائم على التكنولوجي ومتجه للوظائف اللي تتعلق بالرقمية، ودول تقريبا من أهم المهارات اللي ممكن نتعلمهم، اللي هو الديزاين والبرمجة. تالت حاجة تطوير الرسم، تعلم كروشيه والحاجات اللي شبه كده. دي من الهوايات اللطيفة والمفيدة جدا، وخاصة لو بتحبيهم فيعتبر تعلمهم ترفيه أكتر ما هو تعلم. يعني أنا مثلا بحب الرسم وماهرة في الرسم الحمد لله يعني. فأنا لما أطور الرسم أنا بتعلم مهارة هتفيدني بعد كده، لأن الرسم بيبقى فيه مستقبل، إن هو مثلا في المستقبل ممكن تشتغلي في ديزاين أو تشتغلي ديجيتال ارت أيا يكن، فالرسم ليه مستقبل. فانتي حاليا لو زيي بتحبي الرسم وحاولتي تطوريه فانتي هتستمتعي، لأن انتي بتعملي حاجة بتحبيها وفي نفس الوقت حاجة تفيدك في المستقبل. تالت حاجة نتكلم عنها هو الجانب الصحي. الجانب الصحي في بعض النقط. أول نقطة، اعرفي حاجة جسمك من الفيتامينز وعالجيه. بجد ده هيحسن من صحتك وبشرتك شعرك وجسمك ونشاطك. بجد حاجة مهمة جدا، لأن في فيتامينات لو نقصت في جسمك هتخليه يتحل الخمول والكسل. إن في بعض الفيتامينز لما بتنقص بتأثر على بشرتك وشعرك، وغير أكيد إن أي فيتامينز في جسمك فهو لازم يتواجد بنسبة معينة، لو قل عن ده أكيد هيأثر في صحتك. فحاولي تعرفي حاجة جسمك من فيتامينز وعالجيها. تاني نقطة، انتظمي في تمارينك الرياضية. في ناس بيقولوا اعملي تمارين كل اسبوع يومين، وفي بيقولك 3 مرات في الاسبوع، في اللي بيقولك 4، وفي اللي بيقولك كل يوم. المهم انتي وقدرتك. اتمرني بانتظام حتى لو مرتين بس في الاسبوع، هيأثر على صحتك وجسمك بالإيجاب، وحتى على نفسيتك، لأن الرياضة بترفع نسبة الدوبامين في الجسم فترفع نسبة السعادة. تالت حاجة، اشربي مياه كتير. اشربي مية من أقل حاجة 1.5 لتر ل2.5 لتر، والأفضل 2.5 لتر، وده هيفرق في حياتك وتركيزك. 4، نظمي مواعيد نومك، اللي هو هنام امتى وهصحى امتى. رابع حاجة، الجانب الشخصي. أول حاجة فيه انتظمي بروتين البشرة الصباحي والمسائي، ده هيخليكي تحصلي على بشرة لوي. تاني حاجة، انتظمي بروتين شعرك. يعني يوم مثلا الجمعة يكون عندك اليوم ده أساسي لعناية بشعرك، هحط ماسكات أو هحط حنة، هحط صدر، هحط نشاط، أو حتى حمام زيت. المهم تحطي حاجة تغذي شعرك عشان تخلي شعرك يبقى صحي وكثيف وطويل، توصلي للي انت عايزاه بجد والنتائج اللي انت عايزاها في شعرك. تالت حاجة، العناية بالأسنان بانتظام. نغسلها من مرة ل3 مرات في اليوم، يفضل مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. وفي النهاية محدش هيعملك الحياة اللي بتحلمي بيها غيرك. مش لازم كل حاجة تبقى مرة واحدة، المهم تلتزمي، تصبري، تفتكري ان كل خطوة بتعمليها كل يوم هتكون نتيجة بنهاية الصيف مرضية، وهتكوني فخورة بنفسك وصلتي اللي بتتمنيه. يمكن يكون الصيف ده اعظم قرار خدتيه في حياتك. لو ما بدأتيش الاجازة دي هتبدأي امتى؟ وفي النهاية اتمنى تكوني مركزة على طموحاتك واهدافك وبتسعي لتحقيقها. وبس كده، بحبكم، سلام.